بنسبة 95% يا جدعان ألكسندر إيزاك في ليفربول ب150 مليون دولار. أنا قلت لك إيه من فترة؟ قلت لك إيكيتيكي وإيزاك الأقرب. كان في صراع بين ليفربول، بين إدارة ليفربول وإدارة نيوكاسل. قلت لك إن إيكيتيكي وإيزاك برضو بنسبة كبيرة الاتنين في ليفربول هتلاقيهم. تمام. وقلت لك ان ليفربول هتدفع اكتر علشان هتعوز تنافس في كل البطولات الموسم الجاي. ومش يعني هي صارفه اصلا ليفربول الموسم ده في الصفقات، صارفه جامد ليفربول. فانا قلت لك ان ليفربول هتدفع ومش هيهمها، ودفعت في ايكاتيكي وجابته، وبنسبه 95% الكسندر ايزاك راح ليفربول. فانا يا جدعان كنت متوقع ان ليفربول اللي هتحسم الصفقتين وهتجيب الصفقتين. بجد لو الكسندر ايزاك راح، قسما بالله لا يبقى هيكسر الدنيا. ايزاك لو راح هيكسر الدنيا في ليفربول الموسم الجاي، وافتكروا كلامي. ايزاك يا جدعان، انا لما قلت لكم انه رايح ليفربول كنت انا عارف ان هو يروح ليفربول هو وايكيتيكي، مش بقول كلام وخلاص. انا عارف ليه، لعدة اسباب. انت فاهم قصدي؟ لان بقى زي ما قلت لكم بقى قبل كده ان ليفربول صارفه، وقلت لكم صارفه يعني على الصفقات، وقلت لكم ان هي هتصرف تاني على الصفقات وهتجيب ايكيتيكي وايزاك والاسباب دي كلها. تمام. واول ما ايكيتيكي جه طلعت عملت نفس الفيديو ده وقلت لكم ان انا قلت لكم من فتره ان ايزاك وايكيتيكي جايين ليفربول، وايكيتيكي جه. قلت لكم كده من اول لما ايكيتيكي راح ليفربول. فالفيديو ده نسخه من فيديو ايكيتيكي لما راح ليفربول. فانا بس حبيت اعرفكم ان انا يعني انا حبيت اعرفكم ان ايزاك خلاص بنسبه 95 راح ليفربول 95%. وانا لما قلت لكم ان ايزاك وايكيتيكي رايحين ليفربول ما كنتش بضحك عليكم، كنت انا جايب الاخبار دي من صحف يعني موثوق فيها.